طبعا كان لازم نستضيف المايسترو اللي صاحب الفكرة الجميلة والخيال الأجمل والمجهود الجبار اللي عرف يوظف فريق على المسرح بيقدم فن حقيقي من الموهوبين العاديين ومن ذوي الاحتياجات، والاثنين ما عرفناش نفرقهم من جمال مواهبهم. معانا النهارده اللي هيقدم نفسه بنفسه للناس ويقول لي الفكره دي يعني ما شاء الله طلعت على ذهنك ازاي؟ اهلا بحضرتك دكتور محسن صادق، مايسترو ومؤسس فرقه نور الحياه لدمج ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بيك يا دكتور. هي طبعا الفكره جاتني الاول، كنت في وزاره الثقافه بشتغل في مسرح الشمس، وهناك كونت اول فرقه لدمج ذوي الهمم. اما طلعت معاش من سنتين الفرقه كبرتها وعملت فرقه نور الحياه. ربنا يديك الصحه. واحنا بنتعامل مع بعض بالحب، ان احنا بنحب بعضينا، ان احنا حاجه واحده. اما بتدخل قلب كل واحد فيهم بتطلع منه احسن حاجه عنده. والله جمله جميله قوي. يعني فعلا الحب ممكن يسيطر، ممكن يحكم، ممكن يصنع المعجزات فعلا زي ما كنا بنسمع. نعم. حقيقي فعلا هو المايسترو ده، يعني هو بس انا اسف طبعا قطع كلامكم، بس حقيقي هو بيعاملنا ان احنا يعني مش كمتدربين عنده او كموهوبين او لا احنا بنتعامل والله العظيم كاننا هو ابونا واحنا اولاده. هو شخصيه من اجمل ما يكون والله العظيم. يعني واضح حبكم ليه. هو على المسرح هو بيقود الموضوع. معانا سلمى كمان. سلمى الجميله. سلمى اهلا بيك يا سلمى. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيكي. النهارده الفريق الجميل اللي امتعنا جميعا. نسمع حاجه من سلمى، احنا سمعنا منهم. يلا يا سلمى عشان قولي حاجه يا سلمى. غني بقى غني اللي انت عايزاه بتاعت صباح فخري. مالك يا حلوة مالك، هو الغرام غير حالك. ومالك يا حلوة مالك، هو الغرام غير حالك. والله حالك فتن وعليكي عوزالك، لما رأوكي بجمالك يا عينيا، لما رأوكي بجمالك. الله عليك الله عليك الله عليك. كمان معانا سيف بقى، يعني سيف بيحرك عرايس كمان. ما شاء الله يا سيف. قول يا سيف، حركنا كده. يلا اعمل حاجه يا سيف. قول. انا دلوقتي اول بشتغل كنت في الاول بغني اغنيه عاش نفسي. هو انا دلوقتي كده كنت بشغل مع نفسي كده في البيت اغاني، كنت بشغل صوتي حلو فيه، عشان كده رحت للدكتور محسن عندك الثقافيه سيدة زينب، قلت له يا دكتور انا عايز اقدم. تعالى يا مايا عشان تحلك العروس. تعالى يا حبيبتي. عايز اقدم معاكم في الفرقه، عشان قلت له تعالى يا مايا. وحش نفسي. ومعانا مايا بعروستها الجميله اللي بتحرك العرايس.